دكتورة منى، أهلا بيكي. اهلا بروفيسور جورج. الحلقة اللي فاتت اتكلمنا على أول استراتيجي، اتكلمنا على تفاعل ولا تنفعل. النهاردة هنعمل إيه؟ النهارده هنتكلم على منطقي ومبدع. منطقي ومبدع يعني إيه؟ النهارده هنتكلم زي ما قلنا في أول مرة عن قد إيه العقل مركب. فالنهارده هنتكلم على جزء من التركيبة دي عن طريق إن إحنا هنتكلم أكتر عن ملكات الفص اليمين من العقل والفص الشمال من العقل. right. إزاي كل واحد فيهم عنده شخصيته المتميزة، وإزاي نقدر نساعد الأب والأم إن هم يساعدوا أولادهم في إن إحنا نطور الاتنين، وكمان إزاي يشتغلوا مع بعض. يعني مش مخ واحد وعقل واحد، ده فص يمين وفص شمال. وتختار تشتغل بواحد ولا اتنين؟ أنا أفضل أشتغل بالاتنين. أكيد. فإحنا هنحاول نعكس عن قدرات كل واحد فيهم، وإزاي نقدر بتفاعلاتنا اليومية في المواقف اللي بتحصل كل يوم نشجع التطور بتاع الاتنين ونشجع التوافق ما بين الاتنين. بالظبط. يعني في نهاية الحلقة هتعلم إزاي أعمل توافق ما بين الفص اليمين والفص الشمال لأولادي، ويمكن لي أنا كمان. الحقيقة ان احنا دايما هنركز على فكرة ان ازاي تعكس ده في حياتك انت كمان، لان زي ما قلنا اول مرة الاهل كمان بيتعلموا حاجات كتيرة أكيد. من اللي احنا بنقوله. ان احنا لو عكسنا كل حاجة بنتعلمها عن تطور العقل هنقدر نفهم نفسنا اكتر، ونقدر ازاي كمان بنتفاعل مع الناس اللي حوالينا، سواء ولادنا او زمايلنا في الشغل او حتى في العلاقات ما بين الاهل والقرايب والاصحاب. جميل. وتطور العقل بيستمر طول العمر. ده خبر كويس لبعض خبر الناس. كويس ليا. خبر كويس ليا. اوكي، هنقول مبدأ رسالة او مفهوم، وبعد كده هنقول استراتيجية، والمرة دي مميزة شوية ان احنا هنقول 2 مش واحدة. جميل. وكمان هنقول التطبيق بتاع ده في المواقف المختلفة. يعني النهاردة عندنا مفهوم و2 استراتيجي و2 تطبيق. ايوه. جميل جميل. انا حابة ابدأ بقصة، اتفضلي. بس بعد كده انت هتساعدني فيها شوية. حاضر. القصة دي في عندها طفل عمره نقول 4 أو 5 سنين. قالت له يلا يا عمر خش نام. عمر وشه اتقلب وبدأ يتضايق وتعصب جدا، ووقف وسط الطرقة يقول لها انتي ما بتقضيش وقت معايا، انتي بتقضي وقت كتير قوي في الشغل، انا بكره الشغل بتاعك، وبعدين علي عيد ميلاده قبلي، انا ليه عيد ميلادي بعيد قوي كده، ومش لاقي اللعبه، مش لاقي العربيه الزرقاء، كان انكل ادهاني في عيد ميلادي وانا محتاج الاقي العربيه الزرقاء، ودوري انتي ما بتدوريش معايا، انتي ما بتساعدينيش. تفتكر هي تتصرف ازاي؟ هي دلوقتي عندها تحدي ان عمر طلع كل العواطف بتاعته مرة واحدة في لحظة ان هو رايح ينام. طيب، وهي دي النقطة، ان احنا لو بدأنا نطبق اللي احنا قلناه المرة اللي فاتت، انا قدامي بدايل، او هنركز على 3 بدايل. هقول اول 2، بعد كده هنستعرض ايه الحاجة اللي احنا عايزين نقدمها. فكرة ان هو يا حبيبي انت متضايق، خلاص خلاص خلاص، انا اسفة، ما تتضايقش، بص انا هقضي معاك وقت، انا ممكن احاول اقضي وقت اقل في الشغل واقضي وقت معاك، وممكن هدور معاك على اللعبة، انت مش لاقي لعبتك، وبعدين انا هعمل لك ايه في عيد ميلادك؟ يعني انا هقدر اغير التواريخ يا حبيبي؟ ما هو ده اللي بيحصل، كل واحد ليه دور. وبدأنا نروح في فيضان المشاعر اللي عند عمر. ده 2 فيضان. عمر عمل فيضان المشاعر بتاعته، وبعدين ماما طلعت فيضان مشاعر برضه، وده بيخلق فوضى. فاحنا الاتنين بدأنا نعكس مشاعر بعض بطريقة مش متوازنة، ما فيهاش عقل، ما فيهاش حكمة، فيها مشاعر كتيرة قوي. لا انا رتبت مشاعري ولا ساعدته انه يفهم ازاي الامور تبدأ تترتب. او في رد فعل تاني اللي هو عمر انت عارف ان ده ميعاد نومك، ده مش وقته الكلام ده، روح يلا نام. هو انت كل يوم اقول لك خش نام تقعد تطلع لي 50,000 حكاية وقصة؟ هو مفيش فايدة فيك، يلا اتفضل خش نام. وانا متخيل في امهات هتقول لعمر ايه الكلام الفارغ ده، مش وقته. وده اكيد بيحصل، واكيد حتى لو مش بيحصل بيبقى فيه رغبة قوية ان الكلام ده يتقال. وفي نفس ده معناه ان احنا دخلنا في ريجيديتي او تصلب جامد جدا في فكرة ان انا بحترم القانون بالطريقة اللي هو انت عارف ان الساعة 7 تخش تنام، لازم تخش تنام الساعة 7، مفيش حاجة اسمها دلع، مفيش حاجة اسمها، لان انت عارف كمان ان هو بيحاول يفاوض. انا مش هنكر ده، هو اكيد بيحاول يتفاوض. فاحنا عايزين نعمل ايه؟ انا افضل حل ان اكون في الوسط، بس البالانس دوت او ان انا اكون في الوسط مش سهل.
فاحنا عايزين نتوازن، زي فكرة واحد معدي في نهر لا عايز يميل ناحية ضفة الفوضى ولا ناحية ضفة القسوة أو التصلب في الرأي والريجيديتي. ومن هنا جت فكرة ان احنا نعكس اكتر عن الفص اليمين والفص الشمال. عشان كده انت كنتي بتسأليني تحب تعوم بإيد واحدة ولا بالاتنين، بالظبط، او تفكر بالفص اليمين بس ولا بالفص الشمال بس. بالظبط. فاحنا لو فهمنا اكتر ايه طبيعة كل واحد فيهم وطريقة تفكيره وازاي نحاول نوصلهم ببعض طول الوقت ونشجع التطور بتاع كل واحد، اكيد هنعوم اسرع. ده اكيد، واكيد هنوصل في المجرى المظبوط، لا نحود يمين قوي للفوضى ولا نحود شمال قوي للتصلب والريجيديتي. طب ايه رايك لو اتكلمنا دلوقتي عن الفص اليمين والفص الشمال؟ طيب تحب تبدا اي واحد فيهم؟ انا بحب الفص اليمين. الفص اليمين بتاع العواطف، بتاع ان انا اقرا وجه اللي قدامي، افهم ايه اللي مقصود بالكلام، كمان بتاع روح القانون. الروح معناها ايه مش الحرف. كمان في الفص اليمين في الميوزك، في الفن، في الارت، في ان انا لما ابص على لوحة جميلة استمتع بالجمال اللي فيها، مش بالفكرة وبس، اشوف الالوان، اسمع الموسيقى. لما حد يقعد قدامي ويقول شيء ابدا مش بس افهم اللي بيقوله، افهم ما وراء اللي بيقوله. فالفص اليمين بالنسبة لي هو الابداع، ان انا افكر اوت اوف ذا بوكس، واحنا حاجة مطلوبة مننا اليومين دول. ففي رأيي الفص اليمين مهم وممتاز وشخصيته جميلة وحلو والناس بتحبه. وهي دي الفكرة، ان كل فص فيهم ليه شخصية ويعتبر عقل منفصل وليه طابع مختلف. فالفص اليمين هو المبدع، والشمال الشمال ده منطقي. اوكي، بس إزاي؟ منطقي قوي. ده اللي ماشي بالكتاب بتاع القانون، ده اللي بيساعدني ان انا اعمل حسابات، ده اللي بيساعدني اعمل ميزانية البيت، ده اللي بيساعدني اخد بعض القرارات الصعبة. الفص الشمال منطقي قوي، ماشي بالحرف بتاع القانون قوي، لفظي، بيفكر بطريقة مستقيمة، ما فيهاش حواديات، ما بيقدرش يطلع بره البوكس. القانون هو كده، لازم يمشي كده، وبيحب الحاجات اللي شبه بعض. لازم، لان هم بيمشوا زي بعض التتابعات وبيقدموا نفس النتائج. وازاي تصرفاتنا مع الأطفال بتشكل في خبراتهم وبتطور في عقلهم. بس أنا كمان حابة أساعد الناس إنها تزود وعيها عن نفسها. فلو حد كبير في عمرنا، المفروض عقلنا الفص اليمين والفص الشمال كامل التكوين، تفتكر لو أنا اعتمدت أكتر على الفص الشمال في تعاملاتي مع الناس شكلي هيبقى عامل إزاي؟ الناس هتشوفني إن أنا متصلب الفكري، إن أنا متمسك برأيي، ما بغيرش رأيي. أقول لك حكاية دكتورة أمانة. أنا بحب الحكايات، وأنا كمان بحب الحكايات. وإحنا زي ما قلنا الحكايات بتشكل معاني الحياة حوالينا، إحنا بنحول الحياة لحكاية. أنا أعرف واحدة مريضة عندها برد جامد، تعبانة ونفسها بس تريح وتاخد حاجة سخنة، وفي ضيف بيعزها قوي عايز يزورها، فاتصل بيها وقال لها أنا أحب أزورك أطمن عليكي. قالت له لا لو سمحت ما تجيش عشان ما تتعديش. هو فكر بالناحية الشمال، جزء الشمال، شاف ان الواجب عليه ان يزور لان هو متربي على العادات والتقاليد، وكمان السبب اللي هي عطته له ان ما يتعديش ما تفرقش معاه، فقرر ان يروح يخبط ويزورها. ده الفص الشمال، وشايف ان تصرفه صح لان ده الواجب. وما قدرش يفهم الرسالة المبطنة ورا كلامها أو بالزبط. الأبعاد اللي ما تقلتش من الكلام بالظبط، أو روح القانون مش نص القانون بالظبط. أوكي. طب تفتكر لو هو ماشي بالفصل اليمين بس؟ ساعات احنا بنمشي بس بالفصل اليمين. فبرضو من الحكايات اللي أنا شفتها في حياتي برضو نفس المرض، نفس دور البرد، بس بدل ما أنا أجيب حاجة للبرد وشراب سخن واروح شغلي واطمن بالتليفون، اقعد جنب قريبتي المريضه، اسيب شغلي وابكي ومش عارف اعمل ايه، وابقى مضطرب جدا وقلقان جدا، واطمن عليها كل 10 دقائق، واسلع الحراره كل ربع ساعه، لدرجه ان هي نفسها تحس بايه
ان الموضوع كبير وفيه مرض. فلا الفص اليمين لوحده كفايه ولا الفص الشمال لوحده كفايه. جميل. فاحنا عايزين ايه بقى الاستراتيجيه اللي احنا عايزين نقدمها؟ تفتكر لو احنا مع عمر عايزين نتفاعل معاه بطريقه متوازنه توصل اليمين والشمال او تساعده في تطور اليمين والشمال؟ انا عاجبني قوي قوي الكلمه اللي انت قلتيها، يعني سامحيني انا اعيدها، ان احنا نساعده ان يطور اليمين والشمال ويخليهم يتألفوا مع بعض. ما هو مهم ان احنا نساعده، لان في نقطه مهمه جدا. السنين الاولى من عمر الاطفال احنا بنبقى اكتر، او الاطفال بيبقوا اكتر emotionally driven او متساقين اكتر بالفص اليمين او بمشاعرهم. انت عارف تعرف امتى الفص الشمال بدا يكيك ان او بدا يشتغل؟ امتى؟ لما يبدا يسال ليه. فعشان كده ليه دي مهمه قوي، ومهمه قوي ان احنا نقدرها ونتعامل معاها بطريقه برضو متوازنه. كلامك رائع يا دكتور امان. والاستراتيجي هنا اللي احنا نحب نقدمها للمستمعين بتوعنا اسمها connect and redirect، تواصل واعيد الاتجاه. ايه رايك في الاستراتيجيه دي؟ جميله. هنتواصل ازاي؟ لو احنا هنتواصل، انت قصدك نتواصل مع الفص اليمين لان هو ده اللي اكتر في مشاعر، واحنا بنتكلم عن عمر وهو مشاعره فياضه قوي او مشاعره منطلقه وهي اللي متحكمه فهو بيقول ايه وبيتعامل معانا ازاي. لو احنا هنبدا نتواصل مع عمر في الوقت دوت او في الموقف اللي احنا حكيناه دوت، هنتواصل ازاي؟ هنتواصل الفص اليمين مع الفص اليمين ونعيد التوجيه باللوجيك بالمنطق بالفص الشمال. عشان اتواصل لازم اتواصل مع الفص اليمين، واحنا عارفين الفص اليمين التواصل معاه مش بس بالكلام، تعبيرات الوجه، ان انا اقرب من ابني، ان انا انزل لمستواه، احط عينيا في عينيه، اسمعه، اطمنه، اعيد الكلام اللي بيقوله فيبدأ يعرف ان انا حاسس بيه. فانا في الاول بتواصل مع الفص اليمين، بقدر العواطف، بقرب منه، ممكن المس كتفه، اللمس، لغة الجسد، الحركات، تعبير اللمس، الوش، كل دي حاجات مهمة جدا. فانا تواصلت معاه في اول خطوة مع الفص اليمين، حسيت بيه، حس بيا، اتعاملت مع العواطف، بس مش بقف هنا، بعمل ريدايركشن، اعادة اتجاه بالفص الشمال، ان انا ابدأ انقل عمر لللوجيك للمنطق. تفتكري اعمل ده ازاي؟ هنستعمل الاول لغة الجسد، وهنستعمل تعبير الوش والحاجات الغير لفظية في البداية، وبعد كده هنبدأ نقول له احنا طالبين منه ايه. مرحلة التواصل الاولانية مهمة جدا، لان هو بيحس ان انا حسيت بيه وان انا فهمته وان انا مقدر مشاعره. بس طبعا مش هقف هنا، لو وقفت هنا يبقى الموضوع بقى مشاعر لمشاعر وبس. ازاي اعمل ريدايركشن؟ هقول لعمر انا فهمتك، عيد ميلادك لسه فاضل عليه شهر، بس ممكن نخطط مع بعض. دلوقتي ميعاد النوم، لازم ننام عشان المدرسة بكرة، وممكن نكمل كلامنا بكرة. ايه اللي يحصل لو انا ما عملتش كده؟ احنا اتكلمنا اتكلمنا على الفوضى واتكلمنا على الريجيديتي، لكن في الحياة العملية لو انا زعقت لابني وقلت له خلاص روح السرير ومش وقته ومشيته، او ان انا قابلت العواطف بالعواطف وبقى فيضان عواطف، ايه النتيجه؟ بص، ده بيحصل وده هيفضل يحصل كل يوم في مواقف كتير قوي. مش دايما هيبقى عندنا الرفاهيه بتاعه ان انا انزل واتكلم واتعامل بالراحه، ومش دايما هيبقى عندي الثبات النفسي والانفعالي للموقف دوت وان انا اتعامل معاه بالطريقه دي. بس هنرجع تاني لنفس الفكره، ان احنا لو انا بفكر ازاي هحل الموقف دلوقتي وفضلت مركزه عليه، ممكن قوي افوت فرص كتيره جدا ان انا اتعامل مع الطفل او الناس اللي حواليا حتى بطريقه تساعدهم ان هم يطوروا ملكات او يفهموا اكتر ايه اللي بيحصل معاهم. لان الهدف برضو ان احنا بنشكل بني ادم بكل صفاته، بكل قدراته، بكل ملكاته، بشخصيته، بقدرته على انه يتعرف على مشاعره، انه يعبر عنها. فده هيحصل، مش دايما هيبقى فيه رفاهيه، بس دي فرصه. ده اللي عجبني في فرصة التعليم، ان لما تواصلت مع عمر بالمشاعر هو اتعلم ازاي يعبر عن مشاعره. قد ايه بشوف ناس متجوزين والخلاف بينهم ايه؟
مفيش مفيش محدش تعبير عن بيستقبل. مشاعر، أو لا عارف يستقبل او التاني مش عارف يعبر. انا عايز اقول لو انا اهملت نقطة التواصل يطلع ابني مش قادر يعبر عن مشاعره، انا كمان مش قادر استقبل مش المشاعر. فاهمها، هو مش كمان مش فاهمها. فاهمها، هو كمان مشاعره متلخبطه، لان انا لو مجرد ان هو مشاعره اتلخبطت انا كمان ما ساعدتوش انه بالظبط. ينظمها ويتعرف عليها ويوجهها، هتتلخبط زياده. وده الفكرة اللي اتكلمنا عليها في الحلقة اللي فاتت، تشكيل البني آدم. ونفس الحكاية لو أنا ما بعملش إعادة توجيه بالطريقة الصحيحة، ابني مش هتعلم إن كل شيء ليه وقت، وكل مشكلة ليها حل في الوقت المناسب، وإزاي أعمل أولويات. دكتورة منى، دي استراتيجي مهمة قوي وأنا عجبتني، بس إحنا وعدنا الناس النهاردة إن عندنا 2 استراتيجي. طيب خليني اقول لك حكايه تانية اتفضل. فعشان نفهم اكتر الاستراتيجي مع الحكايه. بابا كان بيوصل ساره كل يوم المدرسه، وهي كانت في الحضانه وبتحب المدرسه جدا، وكل يوم بتبقى متحمسه قوي انها رايحه المدرسه وبتحب اصحابها، وساعات تقعد تحضر حاجات تاخدها ليهم، وبتبقى وايام الاجازات اللي هو ليه انا مش عايزه اروح المدرسه ولازم نقعد نشرح ان في وقت هادي وقت بتروح المدرسه. وفي مره ساره في خلال وجودها في المدرسه تعبت جدا وبطنها وجعتها وبدات تتألم ورجعت. وعادة الأطفال الصغيرين لما بيعيوا أو في وقت المرض ده وقت vulnerability أو وقت إحنا بنبقى معرضين ليه، إن إحنا بنبقى مشاعرنا هشة ومحتاجين حد يساعدنا. فأكتر حد هفكر فيه لما أحتاج إن أنا حد يساعدني وأنا طفلة صغيرة بابا ماما أكيد. بالظبط. فبدأت يكون جوه سارة من وقتها فكرة إن هو أنا بتقلق وبتوتر في المدرسة، أنا مش عايزة أروح. وطبعا هي مش هتقولها بالطريقة دي. اللي كان بيحصل إن الصبح هو أنا هروح المدرسة؟ أنتوا بجد هتودوني؟ أنتوا ليه عايزيني أروح المدرسة؟ طيب بلاش النهاردة، طيب بعدين، طيب أصل أنا بطني بتوجعني، طيب أصل أنا مش قادرة، طيب أصل أصحابي بيضايقوني، طيب أصل المدرسة ما بتكلمنيش، أصل مش عارف حد زعق لي، وحاجات كتيرة جدا. لأن هي نفسها زي ما قلنا لسه بتفهم ازاي المشاعر بتتكون، ازاي نعبر عنها، ايه حتى اللي بيحفز المشاعر دي في اوقات كتيرة. فبابا قال لا لازم سارة تروح المدرسة، واخد سارة ووداها المدرسة. وهو بيسيبها على الباب قالت له لو سبتني في المدرسة هموت. حرام. تفتكر انت لو في الموقف ده تحس بايه؟ عارفه احنا اتكلمنا مع بعض ان الستراجل بتاع اولادنا هو الستراجل بتاعنا، الصراع اللي جواهم بيساوي ليه صراع جوانا. يعني انا اللي متخيله كأب، هي سارة حرام خايفه تروح المدرسه وحاسه انها هتموت، ده صراع. الاب هو كمان والاحساس حقيقي، هي فعلا حاسه انها هتموت، بس الاب كمان في صراع. اعمل ايه؟ اغصب عليها واوديها المدرسه وازعق لها، ولا اروحها بيت واسيب شغلي ويحصل لها مشكله بعد كده؟ فالصراع اللي اولادنا بيعدوا فيه بيساويه صراع جوانا احنا، وده حقيقي. بس لو انا اتجرجرت ورا الصراع ده ورحت واخده ساره وخلاص يا حبيبتي مش لازم تروحي المدرسه، انا ما يهونش عليا انك تموتي وتموتي بعيد عني ازاي؟ يبقى احنا برضو اتجرينا للفوضى. وهو ده الاستراتيجيه الثانيه اللي احنا عايزينها نقولها النهارده، ازاي نسمي اللي بيحصل معانا ونتكلم عنه علشان نقدر نسيطر عليه، اللي هي الاستراتيجيه اللي اسمها نيمت اند تيمت. بالظبط، سميها وسيطر عليها. يمكن في الموقف ده في الوقت دوت اهم حاجه ان حد يقعد يتكلم مع ساره، يا حبيبتي انت خايفه، انت حاسه انك هتموتي، ونبدا نسمي ايه اللي بيحصل معانا، سواء باسم المشاعر، سواء بايه اللي بيحصل في جسمنا، سواء ايه الافكار اللي بتيجي على راسنا بقدر الامكان، ونبدا نحكي الحدوته من الاول. مين اللي يحكي الحدوته، ساره ولا بابا؟ نساعد ساره انها تحكي الحدوته. الخوف بدا امتى؟ لما كنت في المدرسة وحسيت بوجع في بطني. ودي بداية القصة، مش بداية القصة وقت ما أنا كنت بنزل سارة المدرسة. بداية القصة دي النتيجة بالظبط. بداية القصة في الأول خالص، في وقت ما كانت سارة تعبانة في المدرسة. تفتكر ساعتها حست بإيه، ونحاول نساعدها إنها تفتكر، إنها تعبر، إنها الأحاسيس العضوية فقط ولا الأحاسيس النفسية كمان؟ مشاعر، احاسيس عضويه، افكار جت على بالي ان انا ممكن يحصل لي حاجه وبابا وماما مش موجودين، او انا ممكن ما اعرفش اعبر عنها، او ممكن اللي حواليا ما يعرفوش احتياجاتي. وهل انا بساعد ساره انها تسمي المشاعر ده؟ تسمي المشاعر ده مش انت هتموتي، ده خوف.
ده قلق. بص انا بفضل فكره ان انا ما اصلحش التعبيرات او ما اصلحش الجمل، خليها هي اللي لا. تقولها. اخليها هي اللي تقولها لاسباب كتيره قوي، ان هي بتعبر عن مشاعرها. ولو انا في الوقت دوت وهي بتعبر عن مشاعرها بدات اقول لها ده مش حقيقي باي شكل ايا كان، واضح او مبطن، صار هتحس انك مش متواصل معاها، ومش ده اللي احنا عايزين نوصله. خليها هي اللي تسميها. هي اللي تسميها. وايه كمان؟ طيب فاكره ايه كمان؟ طيب تفتكري عقلك قالك ايه؟ طيب ايه اللي حصل في جسمك؟ طيب بطنك كانت حاسه بايه؟ طيب تفتكري المشاعر دي اسمها ايه؟ بقدر الامكان احاول اساعد ساره تفتكر اكبر قدر ممكن من الذكريات او من المعلومات. بس في نقطه مهمه كمان، لو هي مش جاهزه ما ينفعش تقولها. بس اخليها ده يعني النقطه اللي قلتيها دلوقتي مهمه جدا، حسب جاهزيتها للموضوع ده، واخليها تعيد القصه كذا مره، وكل مره يمكن تضيف معلومات زياده. ده حقيقي، بس محتاجه ان انا في كل مره ان انا اوصل ساره للامان، ان بابا وماما جم خدوني، وان انا بدات ارتاح، وانك كويسه دلوقتي، وان انا كويسه مش بس دلوقتي، حتى في اليوم ده ان انا كنت كويسه، ان اليوم ما انتهاش نهايه مأساويه ان اليوم انتهى بامان، ان نهايه القصه الامان. وهرجع تاني اقول نقطه مهمه جدا، ان انا ما ينفعش انا اقول الكلام على لسان الاولاد، او ان انا ادفعهم ان هم يقولوا حاجه، لان في اعمار كمان بتبقى عرضه جدا ان هي علشان عايزه تفضل متواصله معاك ومبسوطه من الخبره اللي هي بتقضيها، ان انا لاقياك مهتم بتسالني عني، فهقول لك افكار كتيره جدا ملخبطه. والاولاد ما بيبقاش قصدهم يكذبوا، هم الفكره ان هم فعلا خيالهم في اوقات بيتخلط بالواقع او بالاحداث اللي حصلت في الحقيقه، من كتر ما هم نفسهم في الاهتمام دوت او محتاجين. بس انا لسه بحترم رغبتهم في الاهتمام. جميل. وطريقتهم في التعبير عن نفسهم. بس كمان اقف ازاي وادور قد ايه، محتاج توازن. ولو احنا فهمنا الاستراتيجي دي بتاعت سميها وسيطر عليها او نيمت انتيمت، وبحكي الحكاية وأخلي سارة تحكيها وتتكلم عن مشاعرها وإحساسات جسمها وأفكارها، أنا بربط الفص اليمين بالفص الشمال، بعمل تآلف بينهم، فبقت لا مشاعر بس ولا قرارات بس، الاثنين بقوا مع بعض. ربطت الفص اليمين فكرة المشاعر والخبرات والأحاسيس اللي حسيتها والتعبير وش الناس اللي حواليا في الوقت دوت، بالفص الشمال اللي هو احتياجي ان انا اروح المدرسة ووجود الأمان مع الناس الكبار اللي حواليا والكلام اللي اتقال لي ساعتها وكل الخبرات اللي انا مريت بيها اتجمعت في مكان واحد. دكتور منى، النهاردة اتكلمنا عن الفص اليمين والفص الشمال والمفهوم بتاعهم. اتكلمنا على 2 استراتيجي. اول واحدة connect and redirect، تواصل واعيد الاتجاه، تواصل بالفص اليمين، اعادة الاتجاه بالفص الشمال. واتكلمنا على name it and tame it، سميها وسيطر عليها. وده زي ما وعدنا المستمعين، ايه التاسك بتاعت البيرنتس النهاردة؟ ايه اللي المطلوب يعملوه؟ الرسالة اللي احنا مطالبين منهم ياخدوها معاهم هم ان هم يبدأوا يطبقوا اللي احنا قلنا عليه، بس في نفس الوقت عايزين كمان ان هم يبدأوا يوصفوا المواقف اللي هم تعرضوا لها، اللي حسوا فيها بفيضان كبير من المشاعر او الازمات اللي مرت في خلال حياتنا اليومية، وازاي قدروا هم يطبقوا سواء فكرة ان انا اتواصل بعدين اعيد التوجيه، او ان انا اسميها واسيطر عليها، وايه التطبيقات، ايه المواقف اللي مرت عليهم وازاي يستعملوها في حياتهم، ويبداوا هم يحاولوا اكتر يستغلوا مواقف اكتر ان احنا نطبق المواقف دي. جميل. او الاستراتيجيات جميل دي جدا طبقوها. وانا جربت الاستراتيجيز دي مع ناس كتير، وكتير منهم راجعوا تاني وقالوا لي على فكرة it works، بتشتغل حلو قوي. فدي حاجة جميلة، ونحب نسمع من الناس ازاي طبقوا الاستراتيجيز دي وازاي فادتهم. وعلى قد ما هو مش حل سحري ومش هيحل كل المشاكل، بس زي ما قلنا قبل كده كل ما بقى عندنا ادوات اكتر هنقدر نتعامل مع مواقف اكتر، وهنقدر نساعد اولادنا ان احنا نطور المراكز المختلفه في العقل. فالمره الجايه هنتكلم عن ايه؟ ان شاء الله المره الجايه هنتكلم على بدائي وواعي. نشوفكم الحلقه الجايه. دكتوره منى، ثانك يو سو ماتش. شكرا بروفيسور جورج. ثانك يو. في منطق مبدع تعرفنا على قدرات الفص اليمين والفص الشمال للعقل. الفص اليمين مبدع
بيتأثر بلغة الجسد، ملامح الوجه والحواس. الفص الشمال المنطقي بيتأثر باللفظ واستعمال اللغة وتفاصيل الكلام والمنطق. احنا النهاردة عرفناكم على استراتيجيتين عشان ننمي قدرة الطفل على استخدام الفصين معا بطريقة متكاملة. الاستراتيجية الأولى، تواصل وعيد التوجيه. هنتواصل مع الفص اليمين، هوريله إني معاه عن طريق ملامح وشي، نبرة صوتي ولغة الجسد. وعيد التوجيه بالفص الشمال، هنستخدم اللفظ علشان نشرح الموقف أو نخطط لحاجة في المستقبل، وأحياناً عشان أوضح الحدود وأحل المشاكل. الاستراتيجية التانية هي سميها وسيطر عليها. أساعده وأشجعه يعبر عن مشاعره ويديلها اسم عن طريق الحكاية أو وصف المشاعر. هنكلمكم أكتر عن المشاعر بالتفصيل، بس دلوقتي محتاجين تجربوا الاستراتيجيتين دول.